رايحين فرح رايحين فرح، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا نصلي على حبيبنا النبي ونعمل الغدا قبل ما نلبس ونروح الفرح. بصوا بقى انا هعمل ايه. كان عندي رز بايت من امبارح، فقلت بصراحة اقوم اعمل جنبه شوية بطاطس مكعبات. بقطع البطاطس وبحط عليها معلقة صلصة وكمان كوباية طماطم ومعلقة سمنة وبصلاية، وبعمل كل حاجة ني في ني، وكمان بنزل عليها كده ايه بواحدة ماجي. تمام. وقطعت عليها قرن فلفل. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه قوي. وكمان كان عندي شوربه لحمه زودتها. انا كده ما بيكون عندي شوربه بس لازم ازود كل اكلي مع الشوربه. لو في شوربه كوبايه ميه، زودت كوبايتين شوربه بزود كوبايه ميه، زودت كوبايه شوربه بزود كوبايه ميه. وهنا بقى كنت خلاص قابلت اختي في محطه المترو اهو، كانت قطع لي التذكره عشان رايحين الفرح. عايزه اقول لكم بقى القاعه دي اصلا، يعني احنا لما اتعزمنا اول مره بصراحه اروح القاعه دي، فركبنا كده المترو وطبعا سالنا عليها لحد الحمد لله ما وصلنا. والحمد لله الحمد لله المترو كان رايق قوي، رغم ان الساعه كانت حوالي 7:30 بالليل، بس الحمد لله كان رايق. هنا بقى وصلنا للقاعه، وعايزه اقول لاي حد حابب يعمل فرح القاعه دي حلوه جدا. وهنا طبعا الكوشه بتاعت العروسه، واجي القاعه اهي. عايزه اقول لكم حلوه قوي، بس سامحوني بقى ما قدرتش اصور الفرح كله عشان الناس وكده. وهنا بقى كان خلاص الجاتو نزل، وقدموا لنا بقى الجاتو زي ما انتم شايفين كده، باتون ساليه طبعا، وخرطة جاتو كمان كرواسون. ما احنا بقى اتغدينا في البيت فقلنا نيجي الفرح نحلي. ربنا يا رب يفرحنا ويفرح الجميع يا رب، اللهم امين. وهنا بقى خلاص بعد طبعا ما قدموا الجاتو، قدموا طبعا الساقع البيبس. وهنا بقى خلاص كنا خلصنا طبعا الفرح، يعني مشينا في نصه كده. وطبعا الحمد لله برضو المترو كان رايق، فاحنا كده ايه خلاص مروحين. وطبعا ما اقدرش اعدي من قدام محطة المترو والراجل بتاع المكالمشات ده قاعد ما اجيبش من عنده، فوقفت كده اشتري. المكالمشات بتاعته حلوه قوي، بتبقى صبحه. وكمان واقفه برضو قدام مقلية اللب، فعديت اشتريت. وخلاص الحمد لله رجعنا من الفرح، وربنا يا رب يفرحنا ويفرح الجميع. والفيديو بتاعي خلص، واشوفك الفيديو الجاي على خير.